أبو بكر وعمر حاولوا يخطبون فاطمة الزهراء من النبي محمد، لكن النبي كان يرفض، لأن شافهم مو كفو إنه واحد من عندهم يكون زوج لفاطمة الزهراء عليه السلام. فاطمة الزهراء يراد لها واحد كفو، ففي ذلك الوقت كان النبي ينتظر هذا الشخص الكفو اللي يناسب فاطمة الزهراء عليه السلام. فبيوم من الأيام اجى الإمام علي للنبي محمد وهو كان في غرفة أم سلمة. النبي قال للإمام علي: أتيت لحاجة؟ الإمام علي قال: نعم يا رسول الله، فقد أتيت خاطبا ابنتك فاطمة، فهل أنت مزوجني إياها؟ هنا أم سلمة تقول بأن النبي ابتسم وصار وجهه يتهلهل من الفرح، فدخل على السيدة فاطمة عليه السلام وأخذ موافقتها. بهاي الأثناء نزل جبرائيل على النبي محمد وقال له: يا محمد زوجها عليا، فإن الله قد رضيها له ورضيه لها. بعدها النبي محمد اجتمع بالكل وأعلن أمام الجميع بأن الله قد أمره بتزويج فاطمة من علي. بعد وين أكو أكثر من هيك مكان؟ وعن حجم المحبة بينهم الإمام علي قال عنها: فوالله ما أغضبتها يوما ولا أكرهتها على أمر، ولا أغضبتني ولا عصيت لي أمر، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان.